يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. أول فيديو في رمضان، والنهاردة هنتكلم عن شركة أنا بحبها بشكل شخصي، لأن الشركة دي تعتبر من الشركات المبدعة في مجال الاتصالات. الشركة دي من الشركات اللي ليها أكتر من 5000 براءة اختراع السنة اللي فاتت بس، وبتدي حاجات جديدة ومختلفة دايما في موبايلاتها. ومن أكتر الشركات اللي شغالة على الجيل السادس حاليا وهي شركة فيفو. وهنتكلم النهاردة من فيفو على سلسلة الفي، السلسلة المحببة لناس كتير لأنها بتدي قيمة مقابل سعر، وبالذات في التصوير بتدي جودة تصوير أعلى من قيمة الموبايلات بتاعتها. فيلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويلا بينا. الموبايل اللي معانا النهارده هو الفيفو في 50. موبايل جايب تحسينات عن الجيل السابق اللي حقق نجاح كبير جدا، الفي 40. التحسينات دي ممكن لما تشوف صورة للموبايلين ما تحسهاش، ولكن انا هقول لك ايه اكتر التحسينات اللي حصلت في الجيل الجديد. واول حاجة هتلاحظها هي الشاشة هنا بقى فيها نسبة استحواذ اكبر من الجيل السابق، وبقى فيها بروز وظهور، والراوندات اللي بقت موجودة في شكل الشاشة هتخلي عينك مرتاحة أكتر سواء في مشاهدة المحتوى أو في الألعاب. والحجم هنا فيه اختلاف يمكن 1% عن الشاشة بتاعة الجيل السابق، والاختلاف مش جاي في الحجم إنها كبرت أو صغرت، ولكن ده في الدايمنشن اللي كنت بتكلم معاك عليه، وده هتحسه لما تستخدم الموبايل في إيدك. مع درجة تشبع ألوان قوية جدا، وإضاءة بتوصل لحد 4500 نتس، وده رقم كويس جدا في الفئة دي علشان تاخد تشبع ألوان ودرجة ألوان واضحة وتقدر تكون مريحة لعينك. وبالنسبة للتصميم الخلفي هتلاقي إن الرينج لايت بقى حجمه أكبر عن الجيل السابق، ويقدر يديك درجة إضاءة أعلى سواء في تصوير الفيديو أو في التصوير العادي. بالإضافة لطبقة الحماية اللي اتغيرت وبقت دايموند شيلد جلاس، اللي بقت تقدر تديك درجة تحمل أكتر حوالي 20% عن الجيل السابق. والموبايل بيجي باندرويد 15 من الكرتونه، وعندك تحديثات لمده 3 سنين بالنسبه للاندرويد. وعندك طبعا سوفت وير فان تاتش اللي بيعتبر من اسهل واخف الواجهات اللي ممكن تستعملها، واكتر الواجهات دلعا للمستخدم. تقدر تلعب في السوفت وير على كل حاجه تناسب احتياجك او تكون مريحه بالنسبه لك. والمعالج هنا هو كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3، المعالج اللي هيديك اداء كويس جدا سواء في الالعاب او في الاستخدامات اليوميه العاديه. مع نسخه السوفت وير هتاخد تجربه ناعمه وسلسه جدا في الاستخدام، وهتحس ان الموبايل ماشي على حسب احتياجك انت، وخصوصا ان النسخه هنا بتدعم الاي اي. فالاي اي مع الاستخدام بتاعك بعد فتره هيبدا يعرف متطلباتك، وهتلاقي نفسك بتستخدم الموبايل كأن هو مصنع مخصوص ليه. ولما فيفو هنا تقول اي اي، فثق انك هتاخد تجربه اي اي مختلف. والموبايل بيجي بنسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكرة، وطبعا تقدر تزود الرامات عن طريق السوفت وير. لو محتاج بتقدر تاخد من الذاكرة بتاعة التخزين وتزودها للذاكرة العشوائية، وده بيتم عن طريق السوفت وير. نيجي بقى للكاميرات اللي بيعتبر حصل فيها تحسين بسيط. عندك 3 كاميرات 50 ميجا بكسل. كاميرا رئيسية بتيجي 23 ملي بتحسين عن الجيل السابق علشان تديك أفضل تجربة تصوير، وكاميرا تانية الترا وايد بتيجي برضو 50 ميجا بكسل علشان تديك تفاصيل اكبر في صور الالترا وايد. وزي ما فيفو عودتنا دايما، عندنا هنا كاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل علشان لو بتصور محتوى يبقى عندك جودة في الصور كأنك بتصور بالكاميرا الخلفية في الموبايل. ناس كتير بتبقى عندها مشكلة ان كاميرا السيلفي ما بتديش نفس الجودة، ولما بيضطر ان هو يصور بالكاميرا الخلفية للموبايل ما بيبقاش شايف نفسه. فهنا الكاميرا ال 50 ميجا بكسل هتقدر تديك جودة كويسة جدا في التصوير، وهتقدر برضو تديك جودة كويسة جدا في تصوير الفيديو. ومن الحاجات القوية جدا هنا ان عندك عدسات من زايس، شركة من أقوى شركات عدسات التصوير، مع الكالر سبيكترم سنسور اللي هيديك تصوير بجودة كويسة جدا سواء من الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية. فعلا فيفو هنا من ضمن الحاجات اللي أنا بشوف إن هي متفوقة فيها، أو الحاجات اللي ممكن تخليك تروح لموبايل فيفو، غير الجودة في التصنيع أو البيلد كواليتي بتاعت الموبايل وغير السوفت وير السلس جدا، هي الكاميرات. فعلا الموبايل معايا بقاله فترة كبيرة وجربه مع موبايلات فطاحل، يعني قدر يديني جودة تصوير كويسة جدا. وعندك هنا جودة فيديو 4K، وبتاخد مثبت بصري، وعندك ستيدي مود او نظام تثبيت علشان لو بتصور في حركة او بتجري تقدر تاخد جودة كويسة جدا في الفيديو، وما تبقاش عندك مشكلة ولا تاخد صورة مهزوزة ولا تبقى قلقان ان يحصل مشكلة. هيطلع لك افضل جودة تصوير.
ده غير الاي اي اللي موجود في السوفت وير اللي بيخليك تقدر تشيل حاجات من الصور او تعمل تعديلات على الصور او يغير لك الوان الصور، وعندك اكتر من فلتر واكتر من نظام تصوير. بصراحة الموبايل يعتبر يونت تصوير للناس المهتمة بالتصوير. عندك هنا كمان اندر سكرين فينجر برينت، بصمة تحت الشاشة بتيجي بشوية حركات كده من السوفت وير. وغير ده عندك استجابة سريعة جدا في البصمة، بتديك استجابة سريعة ما بتجليش، ما فيهاش لخبطة. فيفو هنا الميزة فيها انك بتاخد بيلد كواليتي او خامات قوية جدا، خامات تضاهي خامات الفلاج شيب. هنا انت مش بتشتري مجرد موبايل علشان يشتغل معاك او يدي لك الغرض، انت بتشتري موبايل يعيش معاك سنين. وخليني اقول لك ان من الحاجات اللطيفة ان الموبايل ده او النسخة دي بقت ميد ان ايجيبت، يعني الموبايل بقى متصنع في مصر وعندك الضمان بتاعه موجود. فانت كده مطمن لان قطع الغيار وكل حاجة متاحة ومتوفرة، واخد ضمان لموبايل قطع غياره موجودة أصلا في مصر. ومن التحسينات القوية اللي حصلت في الموبايل البطارية هنا بقت 6000 ملي أمبير. لو انت مشغل الموبايل على أعلى فريش ريت ومعلي أعلى إضاءة برايتنس جامد جدا، هتقعد معاك يوم كامل. بالإضافة لشاحن صاروخي 90 واط هيشحن لك الموبايل تقريبا في حدود 45 دقيقة من 0 ل 100%. البطارية هتكون اتشحنت معاك بشكل كامل. سعر الموبايل في فئة ال 25,000 جنيه، وده بقى سعر الموبايلات اللي هي الهاي ميد رينج او موبايلات الفلاج شيب في الميد رينج، ويعتبر سعر مناسب جدا للشركات يعني اللي بتقارن بيها من السلسلة دي او من الفئة دي. لما تيجي تعمل مقارنة اسعار هتاخد هنا يعني جودة ما اعتقدش انك هتلاقيها في حاجات اغلى منه ب 3 4000 جنيه. لو بتسألني عن رأيي، يمكن كان زمان انا كنت بقلق من عدم تواجد فيفو في السوق، لكن فيفو دلوقتي خلاص موجودة وبقى لها يعني سنين موجودة خلاص جوه السوق المصري، وبقى في تصنيع جوه السوق المصري. فهتاخد موبايل بجودة قوية جدا، وهتاخد موبايل بيديك أداء زي الفلاج شيب مع خامات قوية، خامات محترمة، موبايل يعيش معاك سنين. فلو انت كمان من محبي التصوير اقدر اقول لك ان الموبايل ده هيكون مناسب جدا بالنسبة لك. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.